السلام عليكم مشاهدي، لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم نقدم معكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه، مكونات بسيطه موجوده في اي بيت. كتجي المذاق ديالها هائل. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للمقادير، عندي نشا 2 مغارف، مغروفه ونص الكاكاو، السكر على حسب الذوق، الحليب نص يطرو. بسم الله على بركه الله. كنعمل النواشف ديالي كاملين. بالنسبه للسكر انا عملت 2 مغارف، نتوما على حسب الذوق ديالكم. التحليه هذه كتجي رائعه وسهله، مكونات بسيطه. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا. واللي شاف هذا الفيديو هذا ما ينساش يشترك في القناه ويعمل لايك. بالنسبه كنخلط النواشف مزيان مع بعضياتهم هما الاولى كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد كنضيف عليهم الحليب. التحليه هذه كتجي رائعه، بحال اللي كتاكلي دانيت شوكولا. بالخصوص وليدات صغارين غادي يحماقوا عليها. بالنسبه للمقادير، اللي بغيتو تضاعفوا الحجم ديال المقادير ضاعفوهم على حسب افراد الاسره ديالكم. من بعد كنحرك مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نعملها فوق النار مهيله ونستمر في التحريك حتى كتطلع الغليه مع التحليه ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا يا وجدات لي التحليه كتجي بهذا القوام هذا. دابا نبدا نخوي في الكيسان. خديت هاد الكيسان هادو 3 كبارين. بغيتي تعملوا كيسان صغارين يعني تجيكم كميه كبيره شويه. من بعد كنعمل التحليه ديالي في النبيره حتى كتشبر راسها مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه. انا زينتها بالشوكولا مبشوره، اللي بغيتو تزينوها بالكوك اولا اللي بغيتو. كيجي الشكل ديالها رائع والمذاق اروع. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها تبارك الله كيفاش كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى منكم تجربوها وتردوا عليا في الكومونتيرات.